بقى كل ده يحصل معاكي يا سلمى وما تقوليش حاجة؟ وانت يا بنتي كان فين عقلك ده انت طول عمرك انت اللي بتعقليني ومش بتوافقي على حاجة غير لما تكون صح. بقولك ايه يا نشوى، مفيش داعي بقى لكلامك ده والتقطيم بتاعك ده. انا معرفش ازاي عملت كده. هو جايلك النهارده عشان تقوليلي اعمل ايه، اتصرف ازاي في اللي وصلت له ده كان كلامي اللي رحت اقوله لصاحبة عمري وطلبت منها النصيحة اللي كانت طوق النجاة بالنسبة ليا. وقبل ما تعرفوا بقى ايه هي النصيحة دي وليه كانت بالنسبة لي طوق نجاة، يبقى لازم احكي لكم الحكاية كاملة ومن البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا سلمى، عندي 25 سنة، عايشة مع ماما وأخويا. ومن ساعة ما اتخرجت وأنا نفسي أشتغل وقدمت في شغل كتير قوي، بس ما كانش بيبقى فيه نصيب، أو المرتب مثلا ما يستاهلش، أو تكون المواعيد عدد ساعاتها طويلة قوي. ولما ماما وأخويا كانوا يسألوني مالك متضايقة من إيه، كان ده اللي بيتم ما بيننا. إيه يا سلمى مالك، إيه اللي مزعلك كده؟ هيكون إيه يعني يا ماما، زهقانة قوي، أهو كل يوم بقى شبه اللي قبله. طب يلا يا ستي قومي خليني أخرجك شوية، أهو هعمل بأصلي وهدلعك أمري لله عشان بوزك ده يتفرد حبة. تخرجني ايه بس يا ايمن، انا زهقانه من حياتي، مفيش اي حاجه جديده ولا حتى اي حاجه مفيده بعملها. هنعمل ايه بس يا بنتي، ما هي دي سنه الحياه، بكره يجيلك ابن الحلال ويشغلك بالك وحياتك كلها. يا ماما انا مش عاوزه اتخطب، ولا هو ده اللي هيشغل لي حياتي. انا نفسي بجد اشتغل، عاوزه اعمل كارير لنفسي. والله يا حبيبتي انا قدمت لك معايا في الشركه، وخليت ايمان خطيبتي هي كمان تقدم لك عندها في الشغل، وان شاء الله تقبلي في اي حاجه منهم. يا ريتك والله تتقبلي عند ايمان في الشغل، هي بتحبك وهتخلي بالها منك، وكمان هيبقى ليكي مستقبل حلو ما شاء الله. يا ريت يا ماما والله يا ريت، انا مش معارضه على اي حاجه، بس تكون مواعيد ومرتب مناسبين بدل ما انا محتاسه كده وحاسه ان تقديري وتعليمي راحوا على الفاضي. وكنت اصحى من النوم اعمل مع ماما حاجات البيت، وبعدين انزل بقى افضل اعمل انترفيو يمين وانترفيو شمال، ما بونش. يا اما بقى اخرج انا ونشوى صاحبتي. نشوى دي بقى تقدروا تقولوا عليها اختي، مش بس صاحبتي، ما كناش بنتفرق عن بعض ابدا، رغم ان شخصيتي عكسها تماما. هي جريئة كده، مغامرة جدا، بتحب الهزار، يعني تقدروا تقولوا بقى كنا بنكمل بعض زي ما هتشوفوا كده. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كويس انك جيتي. ادخلي بقى شوفي صاحبتك اللي قاعدة جوه دي، هتجنني معاها، مش هتسكت غير لما خطيبها يسيبها. ليه بس كده؟ اهدي يا طنط انتي وانا هدخل لها ما تقلقيش. تعالي يا بنتي تعالي، ما هي كده على طول، شكوتها مني ما بتخلص. واخدت نشوة ودخلنا على الأوضة. يا بنتي حرام عليكي، هتجنني مامتك معاكي، عملت لها ايه تاني؟ مفيش يا ستي، اصل محمد خطيبي بيشتكي لها مني، وانا بهزر معاهم وقلت لهم انا مش هكمل في الجوازة دي، قام ايه زعل وخد على خاطره. يا بنت عقلي بقى شوية، حرام عليكي، محدش بيعرف لك هزار من جد. سيبك بقى من الجنان ده، قوليلي جاية منين كده؟ هيكون منين يعني؟ من انترفيو كالعادة، وقالوا لي طبعا هنبقى نكلمك. والله انا ما عارفة، هو انت مدوخة نفسك كده ليه وعلى ايه؟ ما تقعدي يا بنتي في البيت معززة مكرمة لحد ما يجيلك ابن الحلال اللي يساتتك ويدلعك، بلا شغل بلا هم. ما شاء الله عليكي، كلام واحدة ما شافتش بجنيه تعليم. يا بت يا بت يا نشوى، ما حدش عارف النصيب فين، وبعدين انا نفسي بجد اعمل اي حاجه عدله في حياتي، ما اعتمدش ان اتجوز واقعد في البيت وخلاص. هقول ايه نكديه، وهو في احلى من كده؟ انا الاول كنت متضايقه ان محمد ما كانش عاوزني اشتغل، بس بعد كده بصراحه قلت طيب وليه لا، ما انت عارفاني طول عمري بحب الانتخه. عارفه يا اختي عارفه، خليكي انتخي كده عمرك كله. هو انت هتقولي لي عليكي ايه ده؟ استني كده، الظاهر يا نشوى وشك هيبقى حلو عليا.
ده رقم غريب بيتصل بيا. ورديت على التليفون، ولما خلصت المكالمة: خير يا رب، ده انا يا بت قلت يمكن عريس حد عطاله رقمك وهيكلمك بقى ويخلصنا. انتي هتجننيني معاكي، هو مفيش في دماغك حاجة غير الجواز والكلام الفاضي ده؟ دي شركة يا ستي من اللي كنت مقدمة فيهم من فترة، أخيرا ردوا عليا وقبلوا السي في بتاعي، وهقابل المدير بتاعهم كمان بكرة. طيب يا ستي ألف مبروك، ربنا يوفقك وتحققي كل اللي تتمنيه. ورحت جري على البيت طايرة من الفرحة، وقلت لماما وقلت لأيمن اللي فرحوا لي جدا. وقعدت بقى طول اليوم أحضر في لبس الانترفيو ده، هلبس ايه وهيبقى شكلي ازاي. فضلت أفكر طول الوقت. وتاني يوم رحت فعلا وقابلت المدير اللي هناك. بالمناسبة كان الفرق ما بيني وما بينه يا دوبك كام سنة. وقال لي بقى: أنا شفت السي في بتاعك يا سلمى ولفتت نظري جدا، يعني تقديرك وكمان الكورسات اللي انت واخداها، برافو عليكي. متشكرة قوي يا فندم، وإن شاء الله هكون عند حسن ظن حضرتك. إن شاء الله. أنا أهم حاجة عندي الالتزام في الشغل، وعاوزك تتأكدي إن كل ما هتتعبي في شغلك كل ما مجهودك ده هيتقدر أكتر، وهتتقدمي أكتر وأكتر، وتقدري يا ستي من أول الأسبوع اللي جاي تستلمي شغلك معانا إن شاء الله. ألف مبروك. طبعا فرحت جدا، طرت من الفرحة. بس واحدة واحدة العلاقة الرسمي دي بقت مش موجودة. ما بقتش مجرد موظفة والمدير بتاعها، خصوصا يعني بعد ما جه في يوم ولقيت عز عمل اللي هتشوفوه ده. أستاذ عز، هو العميل هيتأخر أكتر من كده؟ إحنا وصلنا الكافيه في الميعاد واستنيناه كتير. أولا يا ستي أنا قلتلك ملهاش لزوم كلمة أستاذ دي، وبعدين ثانيا بصراحة مفيش عميل ولا حاجة. لا أنا مش فاهمة، يعني إيه؟ يعني أنا بصراحة متضايق شوية ومحتاجة أغير جو، وعارف إني لو كنت قلتلك كنت هترفضي عزومتي، فقلت بقى أجيبك هنا نتغدى ونتكلم شوية. أيوة بس أصل أنا مقلتلهمش في البيت، وبعدين يعني إحنا هنتكلم في إيه يا عز؟ أنا عارفة طبعا إني كنت غلطانة، بس أنا نفسي ما كنتش عارفة إزاي اتشدت له قوي كده بالطريقة الجامدة دي، وإزاي كملت كلامي معاه رغم إن كل ده عكس شخصيتي تماما. وللأسف واحدة واحدة قربنا من بعض أكتر وأكتر، وبقى يكلمني كتير قوي في التليفون من بعد الشغل، وبنتكلم كمان في مواضيع كتير قوي. وزي ما انتوا شايفين كده خرجنا أكتر من مرة، ورغم إني كنت ببقى مبسوطة جدا لكن بيني وبين نفسي وجوايا متضايقة من الوضع ده، خصوصا يعني إنه ما فتحش معايا موضوع الارتباط ده خالص. وده اللي خلاني أروح لنشوى وأحكي لها على كل حاجة. وقتها نشوى قالت لي: بقى كل ده يحصل معاكي يا سلمى وما تقوليش؟ انت يا بنتي كان فين عقلك؟ ده انت طول عمرك اللي بتعلميني ومش بتوافقيني على اي حاجه غير لما تكون صح. بس يا نشوى بقى بطلي تقطيم فيا، انا معرفش ازاي عملت كده، وجايلك النهارده عشان تقولي لي اعمل ايه، اتصرف ازاي في اللي وصلت له ده. انا لولا اني عارفه اخلاقك كويس قوي كان هيبقى ليا معاكي كلام تاني، بس عموما مش وقته، اللي حصل خلاص حصل. انا فعلا مش عارفه سمحت ليه بكل ده وازاي، بس انا ضعفت قوي، اول مره قلبي يتعلق بحد بالشكل ده يا نشوى. بصي يا سلمى، عشان تتاكدي من حقيقه مشاعره اول حاجه تعمليها تاخدي خطوتين تلاتة كده لورا. ايوه، ترجعي العلاقه في حدود الزماله، يبقى مجرد مديرك مش اكتر. هيجي وقتها بقى وهو مستغرب ويحاول يفهم سبب تغييرك ده ايه، وهيجي يقولك: استنوا بقى وركزوا معايا كويس قوي في اللي جاي، لان كل كلمه قالتها نشوى هي اللي حصلت بالظبط زي ما حواريكوا دلوقتي كده. في ايه يا سلمى؟ هو انا ضايقتك في حاجه ولا ايه؟ لا 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 يا فندم، ولا اي حاجه طبعا. فندم؟ وده ايه ده بقى ان شاء الله يعني؟ انت مالك متغيره معايا كده ليه؟ بصراحه يا استاذ عز انا اتكلمت مع اهلي لانهم ملاحظين كل حاجه وانا ما بخبيش عنهم اي حاجه خالص. اتكلمتي مع اهلك؟ اتكلمتي معاهم في ايه؟ وقالوا لك ايه يعني؟ مش فاهم حاجه. قالوا لي احنا واثقين فيكي وفي تربيتك، لكن العلاقه دي بتتخطى حدود الزماله، واحنا ما عندناش علم ولا انت نفسك عندك علم العلاقه دي هتروح لفين. لا لا لا، علاقه ايه؟ هم ازاي يفكروا كده؟ مفيش اي حاجه طبعا.
ولا الكلام ده موجود خالص. وعموما يعني طمنيهم، انا مفيش اي حاجه في نيتي، خليهم يطمنوا، انا هنا مديرك وبس. طبعا وقتها بقى زي ما شفته كده كشف نفسه قدامي، لانه انكر وجود اي شيء ما بيني وما بينه، رغم ان تصرفاته كلها كانت غير كده، كانت واضحه قوي. اتاكدت ان هو كان عايز يلعب بمشاعري وبس. وقتها بقى اخدت قراري وسبت الشغل، ولان ربنا عارف سلامه نيتي اكرمني بالفرصه اللي كنت بحلم بيها. بصوا بقى، شفتي يا سلمى، عشان انتي طيبه ونيتك خير، ربنا عوضك بشغل احسن من اللي كنت فيه وسبتيه ده. الحمد لله، ده انا كنت فقدت الامل خلاص، وما صدقتش خطيبه اخويا وهي جايبه لي قرار التعيين معاها في نفس الشركه، شركه ما شاء الله كويسه جدا. الحمد لله يا حبيبتي. وعشان تعرفي بقى ان مفيش اجمل من عوض ربنا، اخو خطيبي يا ستي من يوم ما شافك في عيد ميلادي وهو هيتجنن عليكي، عاوز يجي يتقدم لك. بقول لك ايه يا نشوى، انا الصراحه مش مستعده لده دلوقتي خالص، انا ما صدقت اني اشتغل. ما تقلقيش، هو عكس اخوه تماما، وما عندوش مشكله في موضوع الشغل ده، وصدقيني هو يستاهل انك تقعدي معاه وتديله فرصه، على الاقل هضمن انك تكوني جنبي طول العمر، ما احنا هنكون في نفس العماره بقى. وفضلت تزن عليا لحد ما وافقت وجات قدم لي. وفعلا كان هو العوض بالنسبه ليا، انسان متفاهم جدا وراقي لابعد درجه، دخل البيت من بابه. واخر واهم حاجه بقى عاوزاكم تاخدوا بالكم منها، يعني اعتبروها كده قاعده في حياتكم، اي علاقه مش موصفه كويس، يعني مش تحت اسمها الفعلي، بلاش منها خالص، لانها بتكون علاقه مؤذيه. وما تسمحيش لحد ابدا انه يعلقك بيه من غير ما يقدم خطوه يثبت فيها حسن نيته وغلاوتك عنده، لان انت اللي هتتعبي في الاخر. هو علشان ما تتلخبطيش في الحياه بين البشر ونوعياتهم ونواياهم المختلفه، دايما خلي تعاليم دينك هي الدستور اللي بيحط لك حدود لكل المعاملات الإنسانية والعلاقات بأنواعها. وفي حالة بقى ما يجي حد يطلب النصيحة منك، اوعي تكوني الجلاد، لأن اللي بيطلبها أكيد مستني منك احتوائه علشان يقدر يتقبل منك النصيحة أو حتى العتاب الصح.